2022 كانت سنة حلوة جدا قوي للأفلام، اتفرجت فيها على 54 فيلم. وبعد تفرج ودراسة للأفلام توصلت لي لستة أفضل 10 أفلام بالنسبة لي أنا السنة دي، الأفلام اللي أنا عجبتني جدا، وقدرت أتوصل لي أكتر أفلام انبسطت منها السنة دي. في أفلام كتيرة كانت حلوة السنة دي، أنا ما قدرتش أتفرج على كل الأفلام، ما قدرتش اشوفهم كلهم، بالذات ان انا كمان بصور الفيديو ده قبل ما السنه تخلص، ففي شويه افلام نزلت او لسه هتنزل انا ما اتفرجتش عليها. طبعا كل واحد هيبقى عنده الليسته بتاعته. بالنسبه للافلام اللي اتصلت معاه هو، الافلام اللي عجبته هو، او افلام اللي المشاعر اللي فيها مثلا تواجبت معاه هو، فكل واحد الليسته بتاعته مختلفه، لكن ده شيء طبيعي جدا بيفتح باب للنقاش ان احنا نتناقش الافلام عامه، ونشوف رايك انت ايه ورايك انت ايه. كمان في شويه افلام كلنا نقدر نتفق انها كانت حلوه جدا السنه دي. فانا عايزه اعرف كمان الاستات بتاعتكم انتوا في الكومنتات، ايه اكتر 10 افلام عجبوكم، رايكم فيهم كده بالتفصيل، ونفتح محادثات في الكومنتات. في المرتبة العاشرة معانا فيلم نوب. طبعا انا اتكلمت كتير عن ان انا بحب شغل جوردن بيل، والافلام الرعب بتاعته بتبقى بالنسبة لي تجربة ممتعة جدا. فيلم نوب كانش استثناء ابدا للموضوع ده. اللي بحبه عامة في أفلام إنها بتبقى بتغوص أو بتتعمق في أفكار محدش أو بيتعمق فيها، أو بتغوص في أفكار بيحكيها بطريقة مختلفة، أو بيعرض الأفكار دي بطريقة مختلفة وبطريقة كده مثيرة للاهتمام عن أي فيلم تاني. وفيلم نوب عامة كان فيه كل الحاجات دي، وكان كمان فيه شخصيات ممتعة جدا إنك تتفرج عليها، تفاعلهم مع بعض والكيمياء ما بينهم كانت حلوة جدا، و اداء التمثيلي اللي كان محطوط فيهم كان حلو قوي. الخطر اللي احنا بنواجهه والرعب اللي احنا بنواجهه هنا كان رعب من نوع تاني مختلف قوي. حتى السيكونز اللي بتبقى موجودة في الفيلم بتبقى يعني مش شرط تكون مرعبة، بس بتكون كده مفجعة او تخضك، يعني اللي هو تستغرب. في المرتبة التاسعة معانا فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر، اتكلمت عنه كتير في فيديوهين اوريدي، هحطهم في الديسكريبشن تتفرجوا عليهم لو عايزين مراجعتي بالتفصيل في الفيلم ده. فانا هتكلم بسرعة جدا عن الفيلم ده. طبعا الفيلم ده مر بتجارب وحشة في عملية الإخراج والإنتاج بتاعته، بسبب الظروف اللي اتحط فيها من كورونا، من موت تشادويك بوزمان. كل الحاجات دي أدت إنها تأثر على الفيلم عامة وتغير تماما عن ما كان المفروض يبقى عليه. لكن في الآخر قدروا إن هم يتصرفوا ويحطوا لنا فيلم رائع جدا، في حاجات حلوة جدا. طبعا مش مكتمل من كل حاجة، وفي ناس ممكن ما دخلوش في قائمة الأفضل 10، لكن بعد شوية أفلام مش أفضل حاجة لمارفل، أنا كنت مبسوطة إن أنا قدرت أحظى بالتجربة بتاعة مارفل مرة تانية، بالأفلام القوية الملحمية اللي فيها كل حاجة أنت تحبها. الشخصيات كلها حلوة جدا في الفيلم ده، شخصية شوري، شخصية كوين روماند، كل الشخصيات كانت حلوة جدا. الأداء التمثيلي اللي كان محطوط في كل حاجة كان رائع جدا. المؤثرات البصرية اتحسنت عن افلام مارفل اللي فاتت، وعامه المشاريع بتاعت مارفل اللي فاتت. وغير كل ده طبعا شرير نيمور كان رائع جدا، من افضل اشرار مارفل بتوع المرحله الرابعه، انبسطت منه جدا. فتمنا معانا مارسيل لاشيل وذ ذا شوز اون. الفيلم ده انا لسه متفرج عليه من قريب جدا، ما كنتش متوقع منه حاجه، لكن اتفاجئت قوي من قد ايه الفيلم ده مختلف. واضح جدا ان الفيلم ده فيلم فني، فيلم فيه فن كده، و روح فنية وحس فني حلو قوي. الفيلم هو بيتكلم عن صدفة اسمها مارسيل، بتكون عايشة مع جدتها، و بتكون بتتعايش في بيوت البشر عادي. فبنشوف كده الرحلة الإنسانية بتاعة الصدفة مارسيل. الموضوع فعلا حلو جدا ومثير للاهتمام، وبالذات انا مكنتش متخيله ابدا ان انا هتاثر من فيلم زي ده. فيلم بسيط كده ممكن يكون يبان ان هو للاطفال، لكن بالعكس هو فيلم رائع جدا وحلو جدا. الشخصيه بتاعت مارسيل ممتعه عامه. طريقه الحكي بتاعت الفيلم ده ان هو بيبقى عباره عن كانه زي فيلم وثائقي كده للصدفه دي. الموضوع فعلا مختلف وممتع، وانا انبسطت منه جدا. في المرتبة السابعة معانا فيلم افاتار. انا كنت اوريدي عامل فيديو مراجعة للفيلم ده، فشوفوه. طبعا بتكلم بالتفصيل عن كل حاجة، لكن افلام افاتار عامة احنا عارفين انها تجربة سينمائية مختلفة ورائعة. الفيلم ده طبعا بيتحسن تماما عن الفيلم الاولاني في حاجات كتيرة جدا، في الشخصيات، في حكي القصة، بيتحسن كتير جدا. وبالذات دلوقتي ان احنا كمان عندنا سيكونسز تحت المية ومشاهد تحت المية بكائنات جديدة، بحاجات مختلفة، في المؤثرات بتبقى تحفة.
ورائعة جدا في الحاجات دي. تجربة مختلفة فعلا، ارجح انكم تشوفوها عشان تشوفوا المؤثرات والبصريات الحلوة دي. لكن عامة القصة بتعمل وورلد بيلدينج حلو جدا، وبناء العالم للافلام المستقبلية بتاعت السلسلة. الشخصيات كلها تحبها، وكل حاجة واخدة حقها في الفيلم ده. طبعا فيلم 3 ساعات، كل حاجة فيه واخدة حقها. فانت بتبقى مبسوط جدا، وبتبقى شايف ملامح سلسلة كبيرة جاية في الطريق من افلام افاتار، والطريقة اللي اتخذوه المرة دي احسن من الفيلم الاولاني. فيلم توب جان مافريك من افضل افلام الاكشن السنه دي. آم، ناس كتير قوي اتكلمت عنه، وكل الناس اللي اتفرجت عليه قالت قد ايه هو فيلم حلو. هي دي فعلا الحقيقه. الفيلم من عناصر كتيره جدا بيبقى حلو، ومن حكي القصه دي اول حاجه. القصه بتاعتنا بتبقى ممتعه جدا ومثيره للاهتمام، وطريقه حكيها عامه بتبقى مختلفة. بالنسبة للشخصيات، أنا مكنتش مهتمة بشخصية توم كروز قوي، لكن الشخصيات اللي كان محاط بيها هي اللي بالنسبة لي كانت كنت مهتم بيها، وكنت مبسوط منها جدا. الأداء التمثيلي مع كل الناس طبعا كان حلو قوي، مفيش شك في ده أبدا. ومشاهد الأكشن كانت مختلفة جدا مع الطيارات والحاجات دي كلها، كانت بتدي مشاهد أكشن ممتعة جدا وحلو جدا. فيلم صيفي كده، حيوي جدا، وتنبسط منه قوي في كل حاجة. والجزئيه الاخيره من الفيلم ده، وعامه لما الفيلم بيختتم بتبقى مرضي جدا عن اللي انت شفته، والبناء اللي حصل لنهايه الفيلم كان شيء ممتع جدا. علاقه ابويه كده بتبقى البناء ليها بيبقى قوي جدا. فانا صراحه انبسطت جدا من الفيلم. في المرتبه الخامسه معانا فيلم بيرل، افضل فيلم رعب انا من رايي السنه دي. الفيلم بيرل ده المفروض من سلسله كده من الافلام، او يعني فيلمين، بس انا ما اتفرجتش عليهم الصراحه ومش هتفرج عليهم. بس انا قررت ان انا اتفرج على بيرل ده عشان انا عجبني جدا، وحظي ان هو كمان كان بريكول، فمش محتاج ان انا اتفرج على اي حاجه تانية. الفيلم ده انبسطت منه جدا، فيه حاجات مختلفه، هو استكشاف شخصيه بيرل، الشخصيه اللي مش مضطربه، اللي مش متزنه نفسيا، وكل الحاجات والطريقه اللي بتشوف بيها العالم من حواليها. كان شيء بالنسبه لي ممتع جدا ومثير للاهتمام. احنا نستكشف الشخصيه دي بتفكر ازاي، بتتعامل ازاي. وعجبني ان هم خلوها كده، مع انها شخصيه يعني بتقتل وبتعمل حاجات شنيعه، لكن في نفس الوقت في كده سيكولوجي بتخليك تتعاطف مع الشخصيه دي على مدار الفيلم. طبعا الاداء التمثيلي في كل حاجه كان حلو جدا، بالذات في شخصيه بيرل. واحنا ده فيلم كمان يعتبر بسيط، احنا بنتنقل من لوكيشن للوكيشن، بس 2 بس، وكم شخصية كده، لكن كلهم كانوا حلوين مع بعض. وعناصر الرعب كانت حلوة مختلفة، لكن كانت حلوة برضو. والسينماتوجرافي برضو في الفيلم ده كانت حلوة جدا. انا انبسطت من الفيلم ده، انبسطت، وفي نفس الوقت يعني قد ايه هو حلو ومكتوب بشكل كويس. وفي المرتبة الرابعة معانا فيلم ذا منيو. فيلم ذا منيو كنت اتكلمت عنه برضو، وقلت قد ايه هو فاجئني، وكان فيلم رائع جدا. طبعا مش كل، يعني ما اعتقدش ان كل الناس هيحطوه في المرتبة الرابعة، هيحطوه مثلا اوطى شوية، لكن هو كان فيلم رائع جدا بالنسبة لي. انا اتفاجئت منه. الاداء التمثيلي من ري فاينز، انيا تايلور جوي كان حلو جدا في الفيلم ده. هما كانوا الهايلايتس والستاند اوتس بتوع الفيلم. الفيلم كده فيه نوع من الإثارة والغموض، كانوا حلوين جدا، العناصر بتاعتهم كانت حلوة جدا. بنبقى في لوكيشن واحد بس وهو المطعم، لكن السينماتوجرافي، الشخصيات الحلوة، الأداء التمثيلي بيخليك مستمتع جدا على مدار الفيلم. كان في كده شوية مشاهد كوميدية كانت حلوة جدا في الفيلم ده. أنا كنت متفاجئ من كل حاجة كان بيقدمها الفيلم ده. واستخدام فن الطبخ وفن تقديم الأكل بشكل يخدم السينماتوجرافي كانت حاجة حلوة جدا. أنا انبسطت منها الصراحة. أرجح جدا الفيلم ده لو ما شفتوش. في المرتبة الثالثة معانا All Quiet on the Western Front. اتكلمت برضو عنه وقلت قد ايه هو كان رائع في السينماتوجرافي بتاعته. فيلم All Quiet on the Western Front بيستخدم عناصر الحرب، وبيعمل لقطات سينماتوجرافي حلوة جدا. والفيلم ده بيبين فعلا مساوئ الحرب، وقد ايه الحرب مفجعة. والفيلم ده فعلا صعب المشاهدة، لان فيه مشاهد جدا في حالة كده من الخضة والحزن. فيلم فعلا صعب المشاهدة، مش لانه وحش، لان هو فيلم قوي جدا فيه اظهار قد ايه الحرب بتبقى سيئة جدا. وطبعا عندنا الاداءات التمثيلية كانت حلوة جدا من الناس اللي بتلعب دور العسكريين والجنود، الناس اللي كانوا بيبقوا في الحرب دي، قد ايه هم حياتهم كانت صعبة ازاي، وبيمروا بالحاجات دي كلها ازاي، لكن كانوا بيبقوا مضطرين يكملوا. الموضوع كان صعب جدا. الفيلم كان قوي جدا في الموضوع ده، سينماتوجرافي حلوة جدا،
فيلم ارجح طبعا المشاهده ليه وعجبني قوي. في المرتبة التانية معانا فيلم ذا باتمان. فيلم ذا باتمان هو الطريقة اللي أنا كنت عايز بيها يظهر شخصية باتمان في الأفلام، يستكشفوها وهي كمان تتحكي في فيلم زي ده أو في الأفلام عامة. أنا كان نفسي الطريقة دي تظهر من زمان. عامة الأتموسفير والتون بتاع فيلم ذا باتمان رائع جدا. أنا فاكر كانت تجربة حلوة قوي لما اتفرجت عليه لأول مرة وشفت العالم ده، التون الغامض المظلم ده. السينماتوجرافي طبعا بتبقى رائعة جدا في الفيلم ده برضو، في لقطات حلوة قوي. السكور واللي هو الساوند تراك، الموسيقى التصويرية بتاعته كانت حلوة جدا، بتدخلك برضو في المود. وعامة الأداء التمثيلي من روبرت باتسون كان حلو قوي في دور بروس وين. لكن طبعا أكيد انتوا كنتوا متوقعين المرتبة الأولى، وهو Everything Everywhere All at Once. الفيلم ده فعلا طلع لنا كده فجأة، احنا ما كناش مركزين معاه قوي، او كنا عارفين ان هو يبقى فيلم حلو بس ما كناش برضو متوقعين كل ده. الفيلم فعلا بيديك كل حاجة واي حاجة في نفس الوقت. الفيلم بيقدر يستكشف حاجات كتيرة في اوقات مختلفة. اولا خلينا نتكلم عن الاداء التمثيلي من كل الناس، كان رائع جدا. انا انبسطت منهم جدا كلهم وحبيت الشخصيات بتاعتهم كلها على مدار الفيلم. الاستكشاف بتاع الفيلم لكل شخصية ودراسته ليها، وان هو بياخد الوقت ان هو يستكشف كل شخصية دي برضو كانت حاجة بالنسبة لي ممتعة جدا. انبسطت بتجربة الفيلم ده جدا. بيستكشف مشاعر حلوة قوي، بيتكلم عن افكار جميلة جدا، والفيلم قدر يخلينا نتأثر، نضحك، ننبسط. وكان في اكشن كمان حلو قوي بمناظر مختلفة ويونيك. الاداء التمثيلي كان برضو رائع زي ما قلت. واهم حاجة برضو ان الفيلم قدر يخلينا نتأثر من مشهد مثلا في صخرتين بيتكلموا مع بعض وفي سب تايتلز على الشاشة، لكن الفيلم فعلا رائع جدا وفوضوي جدا، كل حاجة متجمعة في نفس الوقت، وكان رائع جدا. بس وبكده نبقى بنختتم 2022 بأفضل الأفلام اللي موجودة فيها. انبسطت جدا من السنة دي في الأفلام عامة. كان في أفلام كتيرة حلوة قوي نزلت، اتفرجت على بعضهم ما اتفرجتش على كلهم، لكن انا متاكد ان هي كانت سنه حلوه للافلام. انتوا كمان اكتبوا لي الليسته بتاعتكم في الكومنتات عشان نتناقش ونتكلم مع بعض في الافلام ونفتح محادثات في الكومنتات. سلام.